السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انت احيانا ممكن تستغرب احنا ليه احيانا بننادي البعض باسامي فيها دلع، يعني مثلا مصطفى بنقول له يا درش، اسماعيل بنقول له يا ابو السباع، ومحمود بنقول له دايما يا ابو حنفي، واي واحد اسمه يوسف بنقول له دايما يا ابو حجاج، واي واحد اسمه ابراهيم بنقول له يا ابو خليل، وكمان اي واحد اسمه حسن ما بننادلوش الا يا ابو علي، وكمان اي واحد اسمه عبد الرحمن بنقول له يا ابو عوف. اكيد الموضوع ده طبعا مش جاي صدفه وخلاص، وكل واحده منهم ليها قصه شهيره هنعرفها مع بعض دلوقتي. الخديوي اسماعيل كان مشهور بانه دايما بيحب ان هو يصرف فلوس على حاجات كتيره قوي، اهمهم انه جه في سنه من السنين بعت يعمل 4 سباع بره مصر. طبعا 4 سباع دول كلفوا مصر ساعتها حوالي 198 الف فرنك، وده مبلغ كبير في الوقت ده. وبالمناسبه على فكره ال4 سباع دول اللي هم ال4 اسود بتوع قصر النيل. فمن ساعتها عمنا اسماعيل هنا خد لقب كلمه ابو السباع، واي حد يبقى اسمه اسماعيل ندلعه ونقول له يا ابو السباع. اما بقى عمنا مصطفى اللي احنا دايما بيقول له يا درش، يرجع هنا لسلطان عثماني كان اسمه السلطان مصطفى العثماني. السلطان ده في فتره من الفترات تنازل عن الحكم وراح انضم لطائفه اسمها طائفه الصوفيه، اسمهم بالتركيه معناها كلمه درويش، ومن كلمه درويش هنا جت كلمه درش، ومن هنا اصبح ان اي حد اسمه مصطفى بنقول له يا درش. طبعا بالنسبه لاي واحد اسمه يوسف بنقول له دايما يا ابو حجاج. ولو انت ركزت كويس قوي هتلاحظ ان كلمه حجاج هنا جايه من كلمه مين؟ حاكم العراق القوي جدا الحجاج بن يوسف الثقفي. واي واحد اسمه حسن بنناديله دايما نقول له يا ابو علي، ودي نسبه لمين؟ لسيدنا علي بن ابي طالب علشان عياله الاثنين الحسن والحسين. بالنسبه بقى لعمنا محمود واللي هو طبعا صاحب شخصيه ابو حنفي، فالحوار هنا بيرجع لاشهر تلاميذ الامام ابو حنيفه النعمان اللي هو كان اسمه ابو المؤيد محمود الخوارزمي، وده اللي قدر يجمع احاديث كتيره جدا عن الامام. طبعا اصبح عمنا ابو المؤيد محمود هو اشهر تلاميذ مين؟ الامام ابو حنيفه، فاصبح محمود ابو حنفي. اما طبعا بقى عمنا ابراهيم اللي هو ابو خليل، لو انت ركزت كويس قوي هتلاقي ان سيدنا ابراهيم كان واخد لقب خليل الله، بالاضافه ان في مدينه اصلا في فلسطين على اسم سيدنا ابراهيم اسمها مدينه الخليل، واللي بيعتقد انه مدفون هناك. ومن هنا اصبح اي واحد اسمه ابراهيم يبقى ابو خليل. وصاحب الاسم الشهير معانا اي واحد اسمه عبد الرحمن دايما بنقول له يا ابو عوف، وده نسبه الى مين؟ الصحابي الجليل واحد ال10 المبشرين بالجنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وبس كده، اتمنى لو الفيديو عجبك اشترك في القناه لو انت على اليوتيوب. سلام.